السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده حبايبي هعمل لكم كيكة بمناسبة رأس السنة. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير. الكيكة حبايبي 2 شوب دقيق. الدقيق ده أنا مغربلاه، وهنا مج زي كده سكر، ومج لبن، ومج زيت، وده بسكوت بالشوكولاتة. أنا هعملها بيضة، والبسكوت ده هحطه في العجين قبل ما يدخل فرن. 4 بيضات وفانيليا وبيكنج باودر، وده بشر برتقال، قشر برتقال على قشر ليمون، وده بيدي طعم جميل للكيك. دلوقتي يا حبايبي بصوا انا هبتدي. بسم الله. هحط الاربع بيضات على طول دلوقتي. البيض يا حبايبي طبعا بنحط عليه الفانيليا. بنقعد احنا نحط السوائل على بعض، وبعدين نحط ايه المواد الخام اللي هو الدقيق، وادي اللي هو ايه قشر برتقال، الليمون عاملينه بالمبشره. قشر البرتقاله بنجيبها بنعملها من المبشره، الناحيه اللي هي الناحيه الرفيعه جدا، عشان ما يبقاش ايه تخين في الكيك. نعمله كده. اللي عنده مضرب كهرباء بعد كده يضربه بيه، اللي عنده مضرب سلك يضربه بيه. بص يا حبايبي، بعدين نحط عليه السكر، وعندي مضرب كهرباء هضربه بيه دلوقتي. ونستمر كده في التقليب الضرب لمده ربع ساعه لغايه ما يبقى اللون الاصفر ده زي ما حضراتكم شايفين. بصوا ايدي في اللون الابيض ازاي. بص يا حبايبي ايدي بتضرب. هزود دلوقتي اللبن. وازود الزيت. اللي مش عايز زيت يا حبايبي يحط زبده، يحط سمنه. نقلب الدقيق كتير كده. الدقيق ده انا حطيت فيه البيكنج باودر، وقلبت مع الدقيق. والدقيق طبعا نظام الكيكه لازم الدقيق تستخدموه. ليه انا ما بحطش الدقيق كله؟ لان ساعات الكيكه ما بتحتاجش كل كميه الدقيق اللي احنا بناخدها. الاربع بيضات حطيت عليهم السكر، ضربتهم كويس قوي. حطيت عليهم قشر برتقال، حطيت ليمون بيدي طعم جميل جدا. حطيت عليهم ضربتهم كويس قوي لمده ربع ساعه. وبعدين حطيت اللبن، حطيت الزيت، السوائل مع بعض. وبعدين بنحط الدقيق، بس انا من زياده عليه بحط البسكوت. في الاخر لو كيكه كده بيضه بحط بسكوت شوكولاته، لو كيكه شوكولاته بحط بسكوت ساده. ممكن يا حبايبي لو مش عايزين تحطوا بسكوت حطوا زبيب، حطوا جوز الهند يا حبايبي. معلش اهو كيكه كده تمام كده. بصوا حبايبي، بصوا ادي الكيكه. شايفين قوامها كده. كده كيكتنا ايه تمام. ازاي يا حبايبي نشيل المضرب من الكيكه نطلع بالراحه، عشان بصوا الخليط اللي موجود في المضرب فوق ينزل. تقعدي تطلعي بالراحه عشان ما ينطورش في اتجاه. حبايبي حطيت البسكوت ادي على الخلطه اهو. بسكوت عندي جنب منه شوكولاته زي ما حضرتك شايفين، وجنب ابيض. هبص قلبوه كويس قوي مع الخليط. الفرن شغاله دلوقتي. ده بيدي طعم وبيدي شكل جميل في الكيكه. لو عندك الكيكه لونها بني تحطي البسكوت ساده. بصوا كوني متاكده ان كل البسكوت. طبعا انت ايه بتظبطي الصينيه قبل ما تدخل الفرن. ايوه حبايبي هنحط دلوقتي الصينيه في الفرن. وانتبه ادي الخله اهي. بصوا اهو، بصوا شكلها
طالعه كده نضيفه ما فيهاش حاجه. يبقى الكيكه استوت، ودلوقتي هخرجها من الفرن. حبايبي اللي قاعد ده من فوق ده اصلا البسكوت اللي انا حطاه، وزي ما حضراتكم شايفين كده ادينا قطعت مكعب منها اهو. بسم الله، بصوا ما شاء الله. بصوا البسكوت يا حبايبي، بصوا اهو، اللهم صل على النبي. بصوا اهو، بصوا كده